فالمهم فرد يوم من الأيام رجل فاقد العقل دخل على ملك من الملوك، شاف قدامه مائدة الخمر أجلكم الله والساقي يسقي، فما أدري قادته الأقدار دخلته. التفت الملك للساقي قال له اعطه كأسا، اعطيه وياك كأس. التفت له هذا الرجل المبتلى بعقله قال أبيت اللعن أيها الملك، أنت تشرب لتكون مثلي، أنا أشرب لأكون مثل من؟ وأنا قافض من قاعد، أنت تشرب حتى تصير مسودر مثلي، يعني أنا شو أصير يعني؟ اشرب أنت حتى أنا وياك نتساوى. شوف الحكمة اللي هي. فيقول له اعلم أني ما شربت الخمر قط لأني علمت إن شربتها طار عقلي، واعلم أني ما زنيت قط لأني خفت أن أفعل فيفعل بي، واعلم أني ما كذبت قط لأني أعلم أو علمت أن الكذب يذهب المروءة، واعلم أني ما سجدت لصنم قط لأني علمت أنه لا يضر ولا ينفع. انك تلقي لك نموذج إلى بمناهج بدراسة بشيء بذكريات، تلقي الذكريات لبعض التوافه اللي من تقرأ تاريخهم رائحة الخمرة تسكم الأنوف، تلقيهم مسوي لهم فصورة وديكور ونموذج وشيء. فشاهد الحديث هذول بعضهم تركوا الخمر، الآن مو شوية تنفسوا، مو عادت الأمور شوية نوعا ما بدأت تتحسن والأمور هذا وصار عنده مرتب وصار شيء، وإذا بالمسألة انقلبت من جديد، صارت حانات الخمرة مفتوحة، وأكو بعضهم يبيع الخمرة بالدور وبالبيوت، وتشوف بعض الناس يتسكع بالشوارع بحثا عن زجاجة الخمر. إذا هذا ما كان تائب، بس كان ما عنده فلوس، من دار بجيبه عانتين صار يرجع إلى الخمر. التوبة الندم على ما فات والعزم على ترك العود، ثم أن يعمد إلى الشحم الذي نبت من الحرام فيذيبه. لازم هذا الجسد اللي نبع عاش على الحرام لازم ينزل منه شيء. أن يعمد إلى الجسد الذي أذاقه حلاوة المعصية أن يذيقه مرارة الطاعة. وشكل 5 أن يعمد إلى كل فريضة ضيعها فيؤديها. هو 40 سنة ما يصلي، بعدين رجع صار تاب صار يصلي، يديك الصلاة شلون يعني؟ كون الصلاة يتنبه لها، هسه كون يراجع لها، كون يرجع بالقضاء. ولذلك ترى الكثير من الناس، أنا أدري فد رقم صعب يعني بالساحة موجود، توفي إلى رحمة الله، فرد يوم من الأيام أوصى بأن يصلى إلى طول عمره، يعني هو يصلي طول عمره ما مضيع فريضة، لكن يقول خوفا من الشبهات. بس أنا عندي إمكانية، قال لهم أولادي تصلون بمكاني بهالقد بعمري، لأنه ممكن أن تكون. ولذلك أنت شوف الآن صلاتنا، ترى صلاتنا مو كلش يعني. أنت لو تسأل الآن المرشدين بالحج، المرشدين بالحج يقولون احنا ما نعاني من الحجاج اللي ويانا من تطبيق مناسك الحج. ليش؟ لأنه الناس أغلبها ما عندها ذاك الوعي عن الحج. حتى يقال يعني في يوم من الأيام عن أحد المراجع الكبار، يقولوا لأنه صار يروح للحج لأول مرة، ودى على هذا المشرف اللي يرشد الحجاج، قال له تعال بويا أنت إلمن مقلد؟ قال له مقلد سماحتكم، أنا مقلدك. قال له عمي راح أروح وياك للحج، بس أنا ترى أنا مقلدك من أروح وياك، مو هسه بالدراسة وبالكتب بالفقه الاستدلالي أنا قوي، لكن ميدانيا ما عايش الوضع، فأريد يدليني على المناسك شلون، الشعائر وين. لكن تدري المرشدين الله يطول أعمارهم يقولون احنا مشكلتنا نعاني من الحجاج بموضوع الصلاة، بقراءة سورة الفاتحة مو مضبوطة، مسألة واجبات الصلاة، أركان الصلاة شنو ضوابطها ما عنده ضبط. هذا أبسط شيء الآن، أن يجب الجهر في صلاة الفجر والمغرب والعشاء، ويجب الإخفات بصلاة الظهرين. تلقي لك واحد يصلي يمك الظهر يصلي جهر، يصلي صلاة المغرب والعشاء ما تسمع حتى أنفاسه، يعني ما عندنا تصور، ترى ذاك التصور عن الصلاة. ولذلك أنا أكد على أخوتي اللي يصلون أن بالصلاة أكو مدرسة أنا أدري بها أعرفها، مدرسة دائما بالركوع وبالسجود
تعبر حتى بصلاة جماعة. أنا أتنبه لبعض يعني أكو كثير إحنا بلا تحديد يعبر مسألة الصلاة على محمد وآل محمد. مو إحنا عندنا ثابت ما تقول سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اكو فريد مدرسة تعبرها الهاي ما تدير بال لها، هي مو مبطل للصلاة، مش يريد يجيبها مبطلة للصلاة فقط بالتشهد. إذا ما قالها بالتشهد اللي يقول عنها الشافعي يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. لكن شنو اللي أريد أقوله؟ أن هذا من المستحبات بس ضروري نتمسك به بالركوع بالسجود بالقنوت لسبب، لأن صلاتنا بها ضعف. هذا الضعف شلون ندعمه؟ شلون نقويه؟ الدعاء الآن يقول الدعاء يعلق ما بين السماء والأرض ما لم يقرن بالصلاة على محمد وآل محمد. ولذلك بعض العارفين يقول بالدعاء أنا أستخدم نوع من يسموه الحيلة الشرعية بحيث أضمن استجابة الدعاء. ليش؟ يقول أضمن لأن الله تبارك وتعالى لا يبعض الدعوة، إما أن يقبل الدعوة كلها برمتها وإما أن يردها كلها، يعني ما يجزئ. فإذا ما يجزئ أنا أقول اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لي مثلا، يعني واغفر لي من ذنبي ما تقدم وما تأخر وصل اللهم على محمد وآل محمد. أضمن منا صلاة فالله ما يصير ياخذ الصلاتين ويخلل بالنص، فأنا أستخدم معاه تلك الحيلة الشرعية. فشاهد الحديث أن الصلاة أنت ترجع كون إلى صلاتك اللي راحت، تتابع تصلي الفرائض، تصوم شهر رمضان اللي مر، إذا مترتبة كفارات بذمتك تحسب حسابها بحيث ترتب وضعك. أن يعمد إلى كل فريضة ضيعها فيؤديها. بعد أن يعمد، هنا المشكل، أن يعمد إلى كل حق اغتصب فيرده إلى أهله. هاي المشكلة. هسه مو شو يقول الإمام سلام الله عليه في موضع آخر؟ يقول الظلم ثلاث: ظلم لا يغفر وهو الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وظلم متروك لا يطلب، وظلم مطلوب لا يترك. الظلم المتروك الذي لا يطلب مثل ما قلنا، هذا تاب ابدنت 20 سنة صلاة، هسه أنا تبت ما أمهن القدر سنتين، ما لحقت أدي ذن 20 سنة، أديت من عدهن سنتين وبقيت مطلوب 18. هذا ما بينك وبين الله، هذا سهلة أموره. هذا لأنه ما يقدر واحد يقول لك الله ما يغفر لك، ما يقدر يتجاوز على الله ويقول ما يغفر، مو بكيفه هو يقول. لأنه فرد يوم اثنين دخلوا على عبد الله ابن عباس قالوا له يا ابن عباس من يتولى حساب الخلائق يوم القيامة؟ من اللي يحاسب الناس؟ قال الله تبارك وتعالى. يقول التفت واحد لصاحب الثاني قال قم بنا نجونا ورب الكعبة الكريم لا يدقق. ترى التدقيق واللؤم عند الإنسان، أما الله تبارك وتعالى محض الرحمة، نجونا ورب الكعبة الكريم لا يدقق. هذا ما بينك وبين الله. الظلم اللي يقول عنه الإمام متروك لا يطلب، ولكن هناك ظلم مطلوب لا يترك، وهو ظلم العباد لبعضهم. أنك تظلم الناس. اليوم أنا واحد يتصل علي على ما أعتقد من كركوك، يقول هذا واحد عنده مكتب مرابات وانت البارحة تحدثت عن الربا، بس هذا الرجل جاي تتعامل وياه الناس بمصداقية لأنه معلق استفتاء من المرجعية العليا ومخليه بالجام خانة قدامه أن المرجع يقول هذا الشغل حلال. قلت له خو انت شفت الورقة وشفت الختم، اي بس خو لا يعني انت حتى آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والمشكلة احنا مو كل شيء يوصلنا نصدقه.
يعني احنا حتى آل البيت سلام الله عليه يقول أحاديثنا اللي توصلكم من عندنا اعرضوها على القرآن والسنة، إذا يتعارض مع القرآن والسنة لا تأخذوا به، اضربوا به عرض الجدار. يا طيب شفت الفتوى والفتوى تتعارض مع القرآن، أحل الله البيع وحرم الربا، طيب هذا نص ولا اجتهاد مقابل النص. إذن المفروض من عقلك تفهم أن هذه الورقة مفترات على المرجعية ولا علاقة لها بها. ما ممكن في يوم من الأيام ولا يخضع لها قانون عقلي أن ممكن أحد المراجع حتى يبرر له فد موقف لمرابي ويعطي طريقة شرعية يقول له روح اشتغل بالربا وأنا مجوز لك. شو مجوز له؟ مو صلاحية المرجع. لكن هذا التزوير الحاصل الآن، وتشوف كثير من البوسترات والأوراق اللي توزع، المفروض أن نرجع بها ترى إلى أصلها. هسه الآن يمكن عند الدولة، يمكن هيك بديدي اكو عند الدولة طريقة يسموها بيان صحة صدور. يعني انت اذا تجيب كتاب رسمي لدائرة معينة، اعتقد هالشكل اكو سياقات في بعض الدوائر يقولون له بلي روح بعد اسبوعين وتعال، يكتبون كتاب الى الدائرة المعنية اللي مصدر الكتاب ان هذا الكتاب فعلا صادر منكم ولا. فانت اذا جبت لك بيان صادر من مرجعية، يا اخي ارجع الى اصل المرجعية. واحنا الحمد لله مو بعيدين، اذا مو بالمباشر فبالتليفون، اذا مو بالتليفون عن طريق المعتمدين والوكلاء، قل لهم بلي هذا صادر من مرجعيتكم او ما صادر، هذا مزور عليكم ما مزور. فمو معناها تتعامل بالربا والله هذا معلق بالجام خانه فرد بيان وقرار. هذه الحقوق والظلامات، ظلامات الناس، ان يرجع الامام علي سلام الله عليه يقول الى كل حق مضيع فيرده. يعني انت مرابي وبطل الاختاب، تاب شلون يعني؟ افرض الان مثلا غيبة، انا ماخذ غيبة وبالش لي بواحد 24 ساعة في كل محفل اكو ناس ديدنها الغيبة. اكو واحد فد يوم من الايام ولو هو اكو ناس هي تعرض انفسها للغيبة ترى، ولذلك الحديث هم يقول خففوا عن الناس، رحم الله من جب الغيبة عن نفسه. اكو فرد يوم واحد قال له والله شيخنا انا مشكلتي دائما اخذ غيبة. قال له انت خلي لك بجيبك فد مسقولة حلوة، هاي المسقولة هذا الشيء حامض حلو، خلي لك بجيبك وطلع لك بكل فترة واحدة اذا حصرتك الغيبة اشتغل بيها. شلون اكو واحد من علماء العرفان، ما اريد بمر بتفاصيل، هذا خلاله حصوة طول عمره، حصوة في لسانه حتى لا يتكلم، مو حتى لا يأخذ غيبة. بس احنا نحكي الغيبة وحقك الغيبة نفلس بيها مثل حب البنادول، مثل حب البارستول، ولا بحالها. والغيبة أشد من الزنا. أنا أكد لك ترى، شوف أكد لك أغلب ذنوبنا الآن ما كل معاصي والموبقات والفواحش، مجتمعنا أغلب المجتمع يتجنبها لأنها مرفوضة اجتماعيا، مو لأنها حرام. تعرف ليش؟ الآن ما يمارس الزنا بالشارع، ليش؟ لأنه مرفوض اجتماعيا. وإلا إذا يقر المجتمع صدقني حتى مدن للعراة تصير، بدليل أن الغيبة أشد من الزنا، ونقعد بالدواوين ناخذ غيبة. ليش؟ لأن مألوفة بالمجتمع. فإذا اللي يهمنا المجتمع مو اللي يهمنا الله. وإلا لو فعلا احنا نراقب الله تبارك وتعالى لكان نتجنب الغيبة كما نتجنب الزنا، لأن الغيبة أشد من الزنا. فقال له خلي لك مسقولة بحلقك، أو كل ما تجيك الغيبة أنت حاول أن تشغل نفسك بها. فأقول لك أكو ناس هي تعرض نفسها، يقول قاعد في مكان بتموز بالصيف وقاعدين برا، مر عليهم واحد لابس لقاط سترة وصاية ولابس قبوط ولابس عباهة ربيد وملثم الشماغ بتموز. التفت له قال له هذا مو مسقولة واحدة، في كم من المسقول ما تخلصه مني، هذا لبس هذا بربك. يعني اكو انسان هو يعرض نفسه ان تاخذ غيبته، فرحم الله من جب الغيبة عن نفسه. فاذا هذا من اخذ غيبة وبالش بيه، هذا وين ما اقعد بمجلس اهدم مروءته. ومن روى عن اخيه المؤمن رواية يريد هدمه فيها اخرجه الله من ولايته الى ولاية الشيطان، ولا يقبله الشيطان. بربك الان تلقي ناس مؤمنين، هو يقول مؤمن، والا المؤمن ما ياخذ غيبة. المؤمن هو، تعرف انت الان اذا امام جماعة وتسمع ياخذ غيبة بعد ما يصير تصلي وراه، مو طعن بعدالته. بينما تيجي تلقي لك واحد يدعي انه مؤمن، او يقعد ينزل عليك بالانترنت معلومات غلط، يقعد ينال منك في المجالس،
يتهمك بأبشع النعوت. شي يريد؟ غير يريد يهدم مروءتك. انت من يهدم مروءتك الحديث شو يقول؟ يقول من روى عن اخيه المؤمن رواية يريد هدمه فيها اخرجه الله من ولايته الى ولاية الشيطان ولا يقبله الشيطان. حتى الشيطان يقول له مرفوض، انا ما اريدك. فهذا كون يرجع اذا صارت توبة، كون يتلقاه يقول له ابرين الذمة. واحنا المشكلة هسه كثير من الناس يتلقى بعض الناس وقال له شيخنا برين الذمة، حج برين الذمة، انا اخذت غيبتك. شو وقت هو يقعد له بمجلس مقدار المجلس فرد 200 300 شخص ويسولف، يقول عنده هذه الشغلة 1 2 3، هذول 300 نقلوها ل 300، شاع الخبر ودب الدبيب النار بالهشيم، ويجي بينك وبينه وقال لك برين الذمة. لا، انت تكون تصلح قدام ذولا اللي نقلت لهم وقلت لهم هذا مو خوش ادمي، يكون ترد لهم تقول لهم يابا ترى انا غلطان وانا استوهبت منه. اذا اكو امور ظلامات لازم الظلامات تصلح. اذا بايق من واحد اروح اقول له، اذا الواحد ميت اروح للورثة، عمي انا في ظرف حاجة واجيت الغنمكم واخذت فرد نعجة من هاي النعاج، انا اجيت لبيتكم وسرقت، انا قعدت بمحلك واخذت منك حاجة بالدين وما رديت لك اياها عصيان، انا هذا التوبة. انت مو الظلامات كلها تظل مكبل بيها ومحمل بيها والله انا تائب. فان تابوا واقاموا الصلاة، هذا القرآن الكريم من يقول اقاموا يظهر الاقامة مو الاتيان، مو اني واتي. ترى اغلب الصلاة احنا الان صلاتنا مبرئة للذمة، مبرئة للذمة. الله سبحانه وتعالى يعتبرني انا اديت فريضة، والا هي لو تجي للصلاة الحقيقية، الصلاة حقيقة دلالتها ان الدعاء بعد الصلاة يستجاب، بعد الصلاة يستجاب، وان يكن هي اصلا كلمة صلاة يعني دعاء. اما هذه الشعيرة المقدسة اصطلاحا المسلمين اصطلحوا عليها بانها صلاة، والا الصلاة اصلا في اصل اللغة هي الدعاء. عندما تقول وجدت او رأيت رجلا يصلي يعني رجل يدعو، فالدعاء بعد كل صلاة مفروض يستجاب. بينما احنا تشوفنا ندعو ماكو شيء. ليش؟ لان صلاتنا ما متوفرة بها الجوانب الروحية، حضور قلب ماكو، خشوع ماكو، يعني صلاة مجرد. وخاصة احنا اكو نمطنا، احنا مثل انا وامثالي يمكن وقت الصلاة تجيك الدوالغ والسوالف اللي انت مو ببالك اصلا، صار لك 20 سنة ناسيها، مو ببالك اصلا الموضوع. من توصل وقت الصلاة تصير تقوم تنظر وترتب وتقرر لحد ما توصل السلام عليكم، لانك ما تدري منين بديت وين انتهيت. انت صحيح خلصت لك اربع ركع، لكن ما تعرف بين شنو الموضوع. لان لا يعجبك، شوف الحديث، لا يعجبك طول ركوع الرجل وسجوده. ليش؟ لان ذلك شيء تعوده، ولو فارقه لاستوحش له. مو تعجبك صلاته، مو يعجبك سيماء السجود اللي ما يعجبك صلاة الليل منه، هذا صار عنده ديدن بهذه العبادة، وفي كل يوم هو عارف نفسه. ولذلك انت شوف لما تكبر تكبيرة الإحرام تبدأ بسورة الفاتحة من بسم الله الرحمن الرحيم توصل ولم يكن له كفوا أحد. وإذا أنت واصل القراءة أنا متأكد أنت قرأتها تمام، لكن شارد الذهن، لقلقة لسان. بينما صلاة الأئمة، صلاة الأنبياء، صلاة العارفين فأكيدا تختلف، أنه ينقطع إلى الله تبارك وتعالى انقطاع تام. اللي تصيح له امرأة تصير ضجة وضوضاء وهوسة بيت الإمام، واحد طفل عندهم يقع في بئر يتردى في بئر، بعد ما يفرغ من الصلاة تقول له امرأة من الجواري ما أقسى قلوبكم يا بني هاشم، هذا الضوضاء والهوسة والشيء ما لفتت نظرك؟ قال كنت أناجي جبار السماوات والأرض لو أعرضت عنه بوجهي لأعرض عني بوجهه. يا أخي خذها الآن بسياقات عسكرية. فالحمد لله احنا قايليها هواية، يعني احنا الآن صارت عندنا خبرة كل احنا قادة، لأن 35 سنة حتى افلام الكرتون مدفع ودبابة، فتأقلمنا تماما كل احنا بالعسكر ما شاء الله باستخدام. ولذلك حتى من نطلع مسيرة الآن، مسيرات العالم كلها
مسيرة هادئة تحمل لافتات بطلبات الجماهير، توصل رسائل احتجاج ومذكرات احتجاج للمقرات اللي تريدها. احنا ما نقنع بالمسيرة الا بيصير رشاش وتواثي وكسر محلات موشي وإساءة للحريات العامة. فاحنا قلت لك حتى بالمقاييس العسكرية الآن عندنا المادون إذا وقف أمام المافوق شلون تكون الوقفة؟ مو كلكم شايفيها المؤسسات العسكرية وعندكم فكرة عنها. أن تكون الوقفة يسموها المؤسسة العسكرية تسميها بالاستعداد، يعني أنك توقف بانضباط تام ممنوع الحركة. بينما تجي يم جبار السماوات والأرض، يم رب الملوك، يم رب السماء، يجي يوقف بالملابس الداخلية البعض يصلي، تلفزيون قدامه يشتغل، إذا صارت ضوضاء مال الأطفال يقوم يصيح الله أكبر، بس عاوز يصيح ليه يكسرون الماعون. يعني مو الصلاة تقول ذاك الحضور والتوجه إلى الله تبارك وتعالى يشعر الناس بأنه فعلا أكو خشوع، أكو حضور قلب، أكو توجه، أكو شيء. لا وحقك ماكو شيء، مجرد يفكر ايش وقت يخلص حتى يقعد يتغدى، خاصة إذا جاي من دوام من شيء من عمل يحضر على طقطقة الماعين الصور فد ركعتين الشربت والدماج. هذا القرآن الكريم يقول فإن تابوا وأقاموا الإقامة أن يأتيها بشروطها. هذا الحضور والخشوع وتوفر الأجواء والمناخات الصحية، أن يكون الجو والبيت والماء اللي يتوضى منه والملابس ما بيها غصبية، ما بيها نجاسة، مو متنجسة. إذا توفرت هذه الأجواء ينتقل النوب للجانب الثاني: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. هسه مو شغلة انت هسه تروح امشي بالشارع شوف لك فرد متجر ضخم جدا وقاعد بيه انسان وعليه سماء سجود، يعني قسطة محفورة كثفنة البعير صايرة جلدة لحم، سلم عليه سلام عليكم، تشوفه يقول لك هلا، او مو يمك اصلا، او يأشر لك بحواجبه، بربك تحترم صلاته وهذا السماء اللي عنده؟ لان الله شلون؟ الله ما يحترم، لأن الله يقول له أنت مو جاي تصلي وتعبان على روحك؟ مثل ما أنا قلت لك أقم الصلاة، أنا قلت لك وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. تلقي تسلم عليه واحد واثنين وثلاث ما يرد، يجي واحد لأن عنده عنوان وعنده شيء تلقي رأسا يترك الميز والمتجر والمحل ويتلقى للباب وأهلا وسهلا وخطوة عزيزة وشيء، يقول له الله إذن هذا العمل كله مو شغلي. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وآتوا الزكاة، مو بس الصلاة، مو بس العبادة البدنية، لازم عبادة بدنية ولازم عبادة دفع مال. هذا المال المشكل اللي إلى الآن ما قادرين شلون، يعني احنا هسه شوف ما عندنا تكافل اجتماعي، ما عندنا، احنا الآن عندنا ناس ما شاء الله شعبنا انكتب عليه نتيجة طغيان ونتيجة ظلم مر عليه، انكتب عليه ملايين الأرامل والأيتام. وبعد اكو ظاهرة خطرة جدا الآن، إذا تروح للمحاكم الشرعية تلقي نسب الطلاق أكثر من نسب الزواج، نسب الطلاق أكثر من نسب الزواج. يعني ظاهرة الطلاق أصبحت مستشرية، وثلاث أرباعها إذا تدقق بيها تلقيها كم واحد شوية كانت أموره موشي أخذ له مرتب، يعني بعضهم يقول لزوجته يقول لها أنا ب3 رواتب أتزوج، هي عباله هو هذه المشكلة يعني. وبدأت عملية الطلاق الآن تستشري بشكل، لأنه هذا صارت عنده إمكانية وصارت عنده وظيفة وشيء، وبعد ذيك المرة ما تناسبه ولازم يبدل ولازم يجدد ولازم هذا. فكثرت عندنا حالات الأيتام وحالات الأرامل وحالات الطلاق، أو إحنا بحاجة إلى تكافل اجتماعي. يعني تصور اليوم إحنا قبل المغرب اجت امرأة هنا للبيت، اجت للبيت عندها 4 أطفال و4 أيتام، وأبوهم وين؟ هو هذا اللي يحس بالنفس، أبوهم رايح بانفجار، أكو بالتنومة صاير شهر الرابع، مو شكل شهر الرابع أكو انفجار، أبوهم رجل شرطة وبالانفجار رايح. هسه خو تعطيهم وحتى مرتب لحد ما يكتمل المجلس التحقيقي، لكن المرتب ما يكفي، البيت بالأجار، شو ارسم لك من صورة يعني شبتشيك بيها. يعني تصور المطرة هاي اللي مرت يقولون احنا بغرفتنا الأطفال يحكون لي،
يقولون احنا بغرفتنا نوزع اسطوله وشي، لانه القطار مال الماي، البطانيه اللي نتغطى بها الصبح بنقعه ماي. ينامون على حصير. 4 أطفال، خبز ماكو، ملابس ماكو، مدارس ماكو. زين هذا اذا ابوهم شرطي ورايح بالانفجار، اذا ابوهم عامل بنا ورايح بالشغل، خو ماكو شيء، خو ينتهون بعد يموتون من بعده. هذا مسؤوليتهم عليكم. لازم مناطقكم وين؟ ما عندكم تصور يعني اللي بصف بيته، اللي بصف بيتها هذا اللي ما يدري بيها، ما شعر اكو هيك عنده جياع، ما شعر عنده ايتام. يا اخواني والله ترى العباده مو بالصلاه والصوم، ولا العباده تسوي لك حسينيه، ولا العباده تروح مشي الى كربلاء. هذه كلها مكملات للدين، هاي كلها وسائل وليست غايات، وسائل لتحقيق الغرض الانساني الذي ثار من اجله الحسين سلام الله عليه. شنو هو الغرض الانساني هذا؟ اني اتفقد ابن جنسي، اني ارفع غائله الجوع عن الايتام، عن المحتاجين، عن الناس اللي محتاجه للمعونه. فاذا موضوع الزكاه، زكاه من منع قيراطا من الزكاه فليشأ ان يموت يهوديا او نصرانيا. تسمع الكلام، وهذا مو كلام روايه قد ممكن تخضع لمناقشه وممكن سند للروايه. هذه الروايه وارده في اغلب الرسائل العمليه للمراجع. اعلى الله مقام الماضين واطال اعمار الباقين. وانت تدري المرجع لما يضمن رسالته العمليه روايه، الروايه يعني مدققها سند ومضمون وحديث، ما بي مجال للطعن والشك. زين من منع قيراطا من الزكاه فليشأ ان يموت يهوديا او نصرانيا. او احنا محملين بالزكاه بذمتنا والجياع بصفنا شكثر، وما جاع فقير الا بما متع به غني. وحقك ما كل اللي يمر بينا الان من اذى وظلم وضيم وكل اللي نازل علينا بسبب حجب الحقوق الشرعيه. وبالمناسبه اخواني، انا اكو فرد شيء قد يكون هو مو منصلب موضوعي، بس البارحه لفت نظري، نقل لي احد القضاة الموجودين في البصره الله يطول عمره، نقل لي فرد فكره مع الاسف يعني مخزيه. نقل لي فكره عن موضوع الطلاق، وهو فعلا الرجل قاضي الشرعيه عندكم بالبصره، استاذ مؤيد يمكن. يقول ان هناك مواضيع نساء تاتي مطلقه لكن مو وفق المقاييس الشرعيه، يعني بحيث يسالها القاضي بابا انت متى طلقتي؟ بطهر ما بي مواقعه، يعرفون شروط اكو شيء. تقول له والله سيدي ما ادري، انا بالبيت جاني الطلاق. يقول اودي على زوجها، يقول لي والله سيدي انا ما اعرف الموضوع، انا وديت لي 100,000 دينار ودى لي هذا الورقه الطلاق. ارجوكم اخواني، انتم مو حي الله واحد يجي تطلقون عنده. اكو وكلاء للمرجعيات، اكو معتمدين، اكو ناس مخولين، يعني مو كل واحد تشوفه عنده ديكور وواضع وفاتح له مكتب واجيت عليه والله انا اريد اطلق زوجتي، تفضل جيب 25,000 هاي ورقه طلاق. عمي هذه راح تبقى على ذمتك، واذا بقت على ذمتك تخلص العده من تتزوج، ذاك زواجها مشكل، واذا صار عندها طفل من الزوج الجديد تنفصل عنه فورا، لازم اذا اكتشفت هذه الحاله بان زواجها مو شرعي. اخواني اكو ناس ترى مو مخولين، انت مو شوف اعمامه وجهامه وتعال طلق عنده وطلق والله شنو تشوفه منفعل مفروض تروح تدقيق تشوف عند من وين. واكو ترى الان اكو ضبابيه، اكو ناس مو مخوله، اكو ناس. الغزالي عنده فرد بحث، احنا الوقت اخذنا، الغزالي عنده بحث كلش بس اختصر لك اياه. يقول في يوم من الايام كانت عندنا طبقه علماء اتقياء ابرار ورعين، يقعد ينصف الحاكم ينصر المظلوم. يقول فرد يوم من الايام اكو نمط شله من الناس البطاله، ماكو البطالين، شافوا هذول خوش عيشه عايشين، شو هذا عنده علم وعنده هاي، لا في العمامه قاعد يم الملك. قالوا خوش شغله هاي، عليه انا راح اشتغل وشي، شو دخلني في العمامه واصير مرشد واصير مفتي، وابتلينا بلوى. يعني هو فعلا ظهرت طبقه من الناس ما عندها دين وما عندها وراء. اخواني ارجوكم، ترى مساله الطلاق خطر. عندنا قضايا الان بالحج مو اكو مرشدين؟ بالعمره تدرون ماكو ارشاد؟ منو رايح عمره بيكم؟ اكو مرشد مع العمره؟ بينما المفروض هيئة الحج والعمرة تتكفل بتعيين مرشدين بالعمرة، لأن بالعمرة أكو آثار ممكن يخطأ بها الإنسان. يجي الأهل بالعراق وهو محرم، يجي للعراق يدخل وهو محرم ويمارس ومعاشرة زوجية وشيء وهو محرم وما يدري بنفسه. غير المفروض أكو مرشد يقول له شلون وين يحرم، وين يحل حرامه، شنو المطلوب من عنده.
مو حي الله انت والله انا رايح للعمره، ودقت نسواننا مشت للعمره بدون محرم، بدون مرشد، وراحت والله شنو راح ازور قبر النبي، واجت وبعدها بالاحرام. لازم اكو شيء اسمه دين. بعدين انتو ذولا ما لقيت لك خبزه الا بهالطريق العوج، ما لقيت لك خبزه الا بهذا الطريق اللي تتحمل به وزر الى يوم القيامه. تطلق لك زوجه بدون شروط، يعني تتصور القاضي البارحه ينقل لي يقول اكو بعض الزوجات المطلقه تقول له قبل ليله او بليله الطلاق انا كانت بيني وبينه معاشره، والصبح راح طلقني جاب ورقه. زين هذا الطلاق مو جائز، هذا الطلاق ما ثابت، يعني بعدها على ذمته زوجته. طيب اذا زوجته شلون تحلها؟ مو هاي خلصت العده وتزوجت من غيره، واذا زوجت من غيره هذا الزواج باطل، واذا اجوا اطفال يعني الله الله بالامه. فالقرآن الكريم يقول فإخوانكم في الدين. إذا اكتملت هاي المراتب إخوانكم بالدين. إذن شنو بالدين؟ إذن الأخوة لها أشكال مواقع. أولا أخوة بالإنسانية، أو أخوة بالنسب، أو أخوة بالدين. أخوة الإنسانية هذه اللي يقول عنها الإمام علي سلام الله عليه، مو علي بن أبي طالب اللي اعتمدوها الآن من وثائق الأمم المتحدة، اعتبرت كوثيقة رسمية من الوثائق. عهد الإمام علي للأشتر، وأشعر قلبك يعني مقطع، مو هذا العهد كله بس مقطع منه اللي يتعلق بصلب الحديث. وأشعر قلبك بالرحمة للرعية والمحبة لهم، فإنهم صنفان ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. يعني أنا أعيش في بلد وهذا البلد بنصراني، وهذا البلد بصابئي، وهذا البلد بمسلم، والمسلم بشيعي وسني، يقول هذول كلهم أخوتك بالإنسانية إذا مو أخوك بالدين. أما أنت تجي تخلي لك عبوة ديناميت أو شيء بكنيسة، والله هذا ليش يعبد الكنيسة وليش يصلي بالكنيسة إلا يجي للمسجد، هذا مو من الدين. لا إكراه في الدين، ماكو عقيدة بالقوة. إما أخ لك في الدين أخوة إنسانية، بيني وبينك علاقة. القرآن الكريم يقول يا بني آدم، يعني أنا وياك نرجع للنوع البشري الواحد، وهذا يترتب عليه أثر. مرة أخوة نسب، أخوة النسب اللي تعرفوها أن يكون أخوة من أبوين أو من أب أو من أم، هذول يسموهم أخوة. أو أخوة بالدين اللي يقول عنها الآية الكريمة فإخوانكم في الدين. طبعا الأخوة الإنسانية هذه تضعف أحيانا بفعل المصالح والتشابك المعقد اللي يحصل. أخوة النسب أيضا هم مو ذاك المستوى النشط، لأنه مو دائما أخوة النسب تشتغل. الآن تشوف ما تشوف كثير من الأخوة ما بينهم علاقة حتى بالعيد ما يتوالمون، مجتمعنا مليان بهذا النمونة. بينما قطيعة الرحم تقصف العمر، تقصف العمر. واحد اجى للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، التفت للإمام وبخ، ما مضمون يعني مضمون كلام الإمام، يقول له أنت وأخوك لما جيتوا بالسفر الله تبارك وتعالى قصف عمريكما لأنكم تشاتمتما بينكم وتساببتوا، وبفعل هذه الشتيمة والسباب اللي صار بينكم الله قصف أعماركم. أخوك راح يموت بهذا السفر بعد ما تشوفه. فهذا الرجل اهتز من الأعماق، قال له أنا يا ابن رسول الله. قال له أنت نفس الحال، بس أنت البارحة وصلت عمتك أخت أبوك مريت عليها بصلة فعوضك الله عن تلك القطيعة ومد بعمرك. قطيعة الرحم تقصف العمر، وتوصل القطيعة أحيانا قلت لك شنو المشكلة؟ والله النسوان ما متراهمة، شنو المشكلة؟ والله ذاك عمته تريد منا بهالشكل وهذا ما ادري يشردون منا هيجي، لو على مسألة إرث، لو على وصلة قاع، لو على محل صغير، وتلقي القطيعة قائمة ما بيننا.
يوصل الحال بين الأمين والمأمون، اثنينهم أبناء هارون، يدخل المأمون بجيشه اللي يقوده طاهر بن الحسين ويدخل إلى الأمين إلى بغداد، وقطع رأسه وعلق رأسه بمرو، جاب رأس أخوه علقه بباب القصر. لو أخوة ما اشتغلت عندهم. بينما الأخوة الصحيحة اللي الناهضة اللي تشتغل هي أخوة الدين. يجي واحد يدخل على الإمام الصادق سلام الله عليه صفوان الجمال، قال له: يا ابن رسول الله، المرأة تعرفني بمهنتي وأنا أعرفها بإسلامها، يجوز أن أنقلها بدون محرم؟ قال له: بلى، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يعني الأخوة بالدين من أروع العلاقات. ولذلك انت تشوف أبو الفضل العباس سلام الله عليه ترى ما ركز يوم عاشوراء، ما ركز على موضوع الأخوة النسبية، ولذلك الله من ترك له مقام ومزار مميز، ويجي الإمام المعصوم يقول له: أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة، بس سلما مو لأخيك، لخلف النبي المرسل والسبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتضم إلى آخر الزيارة. يعني العباس لو مدافع ومقاتل عن الأخوة النسبية ما يحصل على هذا المقام، لأن الأخوة النسبية مو دائما تشتغل صح، مرة بقيادة العصبية تنتصر لأخيك. بينما والإمام المعصوم هم ما أخذها جزاف، وإنما من منطق أبي الفضل العباس: والله لو قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. يعني مو عن أخ، عن إمام